يبدأ الفيلم في مدينة بورتلاند الهادئة وسط غابة خضراء يعيش فيها شخصان، أب وابنته ويل وتوم يزدهران في البرية ويحتضنان حياة العزلة بعيدا عن صخب الحياة الحضرية. تحيط بهما روعة الطبيعة لتوفر خلفية هادئة لروتينهما اليومي. إنه عمل رائع حقا. تبدو حياة ويل وتوم في الغابة وكأنها نسخة عائلة روبنسون السويسرية، لكن بدلا من الجنة الاستوائية لديهما أمطار شمال غرب المحيط الهادئ وخيمة مرت عليها أيام أفضل. إنها حياة لم يختاراها، لكنها حياة تعلم كيف ينجوان فيها، لأن العالم أحيانا لا يترك خيارات أخرى. يتولى ويل الأب تعليم ابنته البقاء على قيد الحياة في البرية، يجمع مياه الأمطار للشرب ويزرع الطعام في الغابة، بينما تساعده توم بجد. رابطتهما قوية ويتجلى ذلك في الطريقة التي يعملان بها معا بانسجام. يا له من صيد ممتاز. في الليل ينامان في خيمة وهو ترتيب يشبه التخييم، لكنه بالنسبة لهما أسلوب حياة دائم. في اليوم التالي تخرج توم إلى الغابة لجمع الحطب وأشياء أخرى مفيدة. خلال استكشافها تصادف مجموعة من الأشخاص يقطعون الأشجار ويحددون منطقتهم بحجر. يتضح أن ويل وتوم يعيشان على أرض عامة. اكتشاف توم لطاقم إزالة الغابات يبدو كمشهد من عالم بائس، مناشير كهربائية تطن وحجر مغروس كأنه لعنة. حتى في البرية تجدك البيروقراطية، على عكس ماكاندلس الذي اختار البرية تم دفع ويل وتوم إليها دفعا. تتراجع توم بهدوء قبل أن يلاحظها الرجال. عند عودتها إلى خيمتهم تبدأ توم في تقطيع الفطر لتحضير وجبتهم، بينما يكافح ويل لإشعال النار. وبينما هي منزعجة تتدخل وتستخدم موقد غاز صغير لطهي الفطر بدلا من ذلك. على الرغم من جوعه يظهر على ويل الانزعاج مما يعتبره تبذيرا لمواردهم المحدودة. إحباط ويل لا يتعلق فقط بموقد الغاز بل بفقدانه السيطرة. كل تنازل يشعره وكأنه خطوة أقرب إلى العالم الذي يحاول الهروب منه. بعد تناول الطعام يجلسان معا وتشارك توم شعورها بعدم الارتياح بشأن الأشخاص الذين رأتهم في الغابة. يتفاعل ويل بعدم ارتياح ويبدو عليه الانزعاج بوضوح من هذا الخبر. لاحقا يتوغلان أعمق في الغابة ليتدربا على التهرب أو الاختباء من المتسللين المحتملين. يثير بقاؤهما الطويل في الغابة تساؤلات حول سبب عيشهما بهذه السرية. جواربك. ماذا؟ جواربك أحرقتك. في تلك الليلة يعاني ويل من الكوابيس ويشير اضطرابه إلى مشكلات أعمق. عدم قدرته على النوم يوحي بأن نمط حياتهم المنعزل ينبع من شيء أعمق من مجرد الرغبة في الوحدة. كوابيسه عبارة عن حلقة لا تنتهي من الحرب والذنب تطارده حتى أثناء نومه. الصدمات لا تتلاشى، إنها تلاحقك حتى في هدوء الغابة. في اليوم التالي ينطلق ويل وتوم في رحلة طويلة عبر الغابة ليصلا في النهاية إلى أطراف المدينة. هدفهم هو جمع الإمدادات الأساسية، لكن قبل التوجه إلى متجر البقالة يتوقف ويل في المستشفى ليأخذ الدواء. هذا يثير تساؤلات حول كيفية إعالتهم لأنفسهم ماليا بالنظر إلى حياتهم المنعزلة. وجود ويل في المدينة يشبه الذئب في مركز تسوق، متوتر غير مرتاح ومؤلم للقلب. حرية الغابة تبدو بعيدة أميالا. بعد جمع الطرود من المستشفى يتوجهان إلى المتجر، وبعد الانتهاء من التسوق يعودان إلى الغابة سيرا على الأقدام بمحاذاة الطريق السريع. وأثناء الطريق يصادف ويل أشخاصا آخرين يعيشون في الغابة. ما فيش حبوب منومة. يقوم بتوزيع بعض الحبوب التي حصل عليها من المستشفى ويجمع المال مقابلها. سرعان ما يتضح أن ويل ليس وحده في البحث عن ملاذ في الغابة، فهناك آخرون أيضا هربوا من المجتمع، وجميعهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة النفسية نتيجة تجارب مؤلمة. صيدلية ويل في الغابة تمثل شريان حياة له ولغيره من المحاربين القدامى. إنها حقيقة مؤلمة، فالمجتمع يدفع بأبطاله إلى الهامش ويجبرهم على الاعتماد على أنفسهم. لقد كان يبيع أدوية اضطراب ما بعد الصدمة لهؤلاء الأشخاص، والدخل الناتج عن هذه المعاملات هو ما يعيل نفسه وتوم. في خيمتهم تقرأ توم كتابا اشترته بينما يقوم ويل بتحضير وجبتهما. فجأة يرى توم راكب دراجة نارية ويختبئ على الفور ويتجنب أي تفاعل. مرحبا، هل هناك أحد هناك؟ لاحقا بينما كانا يلعبان الشطرنج في خيمتهما سمعا أصواتا وخطوات أقدام.
يقترب مجموعة من الأشخاص فيهربان بسرعة ويختبئان في أعماق الغابة كما اعتادا أن يفعلا. ومع ذلك كان المتسللون من السلطات يرافقهم كلاب، وفي النهاية تمكنوا من تتبع ويلي وتوم والقبض عليهما. ضع يديك خلف رأسك. تم اعتقال ويل، ولم تستطع توم البقاء مختبئة فاستسلمت هي الأخرى، وبثقة في السلطات قامت بمحاولة أخيرة لاسترجاع أغراضها من منزلهما في الغابة. تنقل توم إلى مركز للاجئين حيث تجد صعوبة في التأقلم مع محيطها الجديد. يبدو الجو الجماعي غريبا عليها، وتجد صعوبة في التواصل مع الفتيات الأخريات. هل ستبقين واقفة هكذا فقط؟ حياتها المنعزلة جعلتها غير مستعدة لهذه الواقع الجديد. يقوم موظفو الحكومة ومن بينهم امرأة تدعى جين بتقييم قدراتها الذهنية، ويكتشفون أنها أكثر معرفة من معظم الأطفال في سنها، ومع ذلك يتضح نقص مهاراتها الاجتماعية بينما تكافح للتفاعل مع الآخرين. لقد علمها ويل القراءة والكتابة، ولكن بدون التعرض للعالم الخارجي تجد صعوبة في التنقل في هذه البيئة التفاعلية الجديدة. من علمك القراءة؟ والدي هو من يعلمني. في هذه الأثناء يوضع ويل في غرفة منفصلة ويخضع لأسئلة آلية حول حالته العاطفية والجسدية. مرهقا ومثقلا بالمشاعر يجبر على مواجهة ذكريات مؤلمة من ماضيه، مما يزيد من عمق صدمته النفسية. لقد جعلته عزلته الطويلة غير قادر تقريبا على الاندماج مجددا في المجتمع. همه الوحيد هو سلامة توم. يحاول الأطباء تهدئته، لكن مخاوفه لا تزال قائمة. يقال له إن العودة إلى حياتهم المنعزلة في الغابة لم تعد خيارا، وأن عليه أن يوفر حياة طبيعية لتوم وإلا سيخسرها إلى الأبد. قريبا ينقل ويل وتوم إلى منطقة ريفية حيث يعرض عليهما رجل يدعى والترز منزلا خدميا. تقوم الضابطة جين بتقديمهما إلى السيد والترز الذي يشجع ويل على الانضمام إلى مزرعته، موفرا لهما فرصة للاستقرار وبداية جديدة. لا، أنا فقط سعيد لأننا استطعنا أن نجعل هذا ينجح. بعد كل ما مر به ويل وتوم يواجهان الآن مهمة شاقة في التكيف مع هذا الفصل الجديد من حياتهما. رغم انتهاء أسلوب حياتهما القديم يجب أن يجدا طريقة لبناء مستقبل خال من ظلال ماضيهما. تظل كلمات جين عالقة في ذهن ويل تحثه على التخلي عن صدماته والمضي قدما. تعده بلقاءات أسبوعية لمساعدته على إعادة بناء حياته قبل أن ترحل، تاركة ويل وتوم ليواجه واقعهما الجديد. في تلك الليلة يزور توم ويل في غرفة نومه. يجلسها ويل ويكشف لها أن الشرطة أخبرته أن شخصا ما رآها في يوم القبض عليهما، مما أدى إلى اكتشاف أمرهما. تعترف توم بأنها لم ترغب في إخافته أو إجبارهما على الرحيل. رأيت شخصا لكنني لم أظن أنه رآني. ومع ذلك من الواضح أن ويل لا يزال غير مرتاح هنا، ويتمنى لو كان بإمكانه العودة. في اليوم التالي يبدأ ويل العمل في مزرعة السيد والتر. تصل جين ومعها دراجة هوائية لتوم، هدية ترسم الابتسامة على وجه توم. ومع ذلك يتعامل ويل مع الأمر بلا مبالاة، ويصر أنهما لا يحتاجان مزيدا من الممتلكات. يبدو عليه عدم الامتنان. تطلب جين من ويل توقيع بعض الأوراق بسرعة لتتمكن توم من الالتحاق بمدرسة قريبة، خطوة ستساعدها على الاندماج مع الأطفال في سنها. بعد مغادرة جين يأخذ ويل توم ليعلمها ركوب الدراجة. استخدمي ساقيك. انظري إلى حيث تريدين الذهاب. ببطء تبدأ توم في التكيف مع حياتهما الجديدة، ولأول مرة يشعر ويل ببصيص من القبول تجاه التغييرات. ومع ذلك لا تزال صدماته السابقة تلاحقه وتظهر بشكل غير متوقع لتلقي بظلالها على تقدمه. في صباح اليوم التالي يذهبان إلى الكنيسة مع جيرانهما، وتبدو التجربة مرحبة خاصة بالنسبة لتوم التي لم تتوقف عن الحديث عن الأنشطة والمجموعات المختلفة في الكنيسة التي دعيت للانضمام إليها. الله خلق الضفادع. حقا إنها متحمسة للفرص القادمة وللحياة التي تتكشف أمامها، ومع ذلك يقلل ويل من شأن التجربة، ويخبر توم أنهما ذهبا إلى الكنيسة فقط ليتركا انطباعا معينا لدى الناس. في اليوم التالي يعاني ويل بشدة، يسيطر عليه القلق ويشعر بعدم الرضا وعدم حل مشاكله في حياته. يجد صعوبة في التكيف، وحتى المهمة البسيطة المتمثلة في قطع الأشجار من أجل العمل تصبح تحديا بالنسبة له. فروم. بينما كان ويل يصارع اضطراباته الداخلية، كانت توم تستكشف محيطها الجديد. خلال تجوالها لمحت أرنبا على الطريق وسرت بوجوده.
وبعزم على إعادته إلى صاحبه التقت بصبي يدعى إيزايا الذي يشاركها شغفها بالأرانب. بدأ الحديث معا وسرعان ما توطدت علاقتهما بسبب اهتمامهما المشترك. هل هذا ما تريد أن تفعله في المستقبل لتكون مزارعا؟ يوري إيزايا لتوم المنزل الذي يبنيه ويشاركها حلمه بأن يصبح مزارعا يوما ما. يدعو إيزايا توم إلى منزله فتقبل الدعوة بحماس. يقضيان وقتا معا في الأكل والحديث بينما تداعب توم الأرنب. يتفقان على اللقاء بانتظام حتى تتمكن توم من قضاء المزيد من الوقت مع الأرنب. في خضم هذه الصداقة الجديدة يفقد توم إحساسه بالوقت وينسى العودة إلى المنزل، وفي هذه الأثناء يزداد قلق ويل بشأن غيابها. توم يبدأ في التجول داخل المنزل ويتصاعد قلقه حتى يتحول إلى ذعر بينما ينتظر عودتها. وعندما تعود توم أخيرا إلى المنزل متأخرة تشرح له عن الصبي الذي قابلته وحديثهما عن الأرانب، لكن ويل كان غاضبا. تدور بينهما مشادة قصيرة وتبقى توم هادئة. تخبر ويل أنه ربما حان الوقت لكليهما لاحتضان حياتهما الجديدة والمضي قدما. يعترف ويل بأنهما يتأقلمان، يرتديان ملابس جديدة، يعيشان في منزل ويأكلان طعام هذا العالم، لكنه يصر على أن هذا يكفي. المكان الوحيد الذي لا يمكن أن يرانا فيه أحد هو هذا المنزل. قلقه من الناس ورغبته في البقاء مختبئا يسيطران عليه تماما. يبكي توم عند سماع كلماته مدركا أن تردده قد يعني تعرضها للسخرية لاختلافها عن الأصدقاء الجدد الذين تأمل تكوينهم. في اليوم التالي تحضر توم درس العناية بالأرانب الذي دعاها إليه إيزايا وتقف بجانبه بينما يتعلمان فحص الأرنب. خلال الدرس تلاحظ توم فتيات وفتيانا في عمرها وتلمح لمحات من الحياة الاجتماعية التي بدأت تجربها. كان درس العناية بالأرانب أول تجربة لتوم مع الحياة الطبيعية، لمحة صغيرة ثمينة عن الحياة التي فاتتها أثناء نشأتها في ظل والدها. في المنزل تزور جين ويل لتسلمه وثائق مهمة تتعلق بسكنهم وهي ضرورية لاستقلالهم، كما أنها تجلب لهما هواتف على أمل أن تساعدهما على التأقلم مع الحياة العصرية. من المهم أن تلتزموا بذلك حتى تتمكنوا من البقاء مستقلين. ومع ذلك يتفاعل ويل بأسلوب جاد وبارد ويظهر بوضوح عدم موافقته على المساعدة التي تقدمها. مع مرور الوقت يبدأ ويل في فهم الغاية من وراء تغير ظروفهم. يرى كيف أن توم بدأت تتواصل مع الآخرين وتصبح جزءا من المجتمع. في الصباح الباكر من اليوم التالي يوقظ توم ويخبرها أن تحزم فقط أغراضها الضرورية، إنهم سيرحلون. رغم ترددها امتثل توم وجمع أغراضها. مغادرة ويل لمجتمع ديل تشبه السير في عاصفة ثلجية. بالنسبة له الأمان كأنه فخ، والغابة رغم قسوتها تشعره بالحرية. خلال بضع ساعات يصلان إلى الغابة ويسيران مسافة طويلة إلى موقع خيمتهما السابق، ومع ذلك يجدان أن أغراضهما قد دمرت. تذكير بأن حياتهما القديمة لم تعد خيارا. يشعر توم بالانزعاج ويسأل ويل إذا كان قد حاول بذل جهده للتكيف مع حياتهما الجديدة. هل حاولت حقا؟ لقد فعلت. يصر ويل على أنه فعل، لكنه يجادل بأن قواعد المجتمع كانت ستفصل بينهما لو لم يتبعها. ومع ذلك من الواضح أن شكوك ويل واستياءه من العيش في المجتمع عميقة الجذور، وباليأس يبحثان عن المساعدة من آخرين يعيشون في الغابة، بس الجميع يواجهون صعوباتهم الخاصة. وبدون خيارات أخرى يقرر ويل التوجه شمالا أملا في بداية جديدة. تلحق به توم على مضض متسائلة لماذا يعيشان كالمشردين بينما عرض عليهما الآخرون اللطف والدعم مجانا. لماذا نفعل هذا؟ وفي هذه الأثناء تواصل السلطات البحث عنهما بنشاط، وبعد رحلة متوترة يستقل ويل وتوم حافلة على أمل الإفلات من القبض عليهما. عندما تنزلهم الحافلة يجلسون لبعض الوقت ويواجه توم ويل، تخبره أنها لم يكونا هكذا من قبل. هما الآن يتصرفان كالهاربين وهذا يزعجها. يصر ويل أنهما بخير لكن كلماته غير مقنعة. بعد قليل يجد ويل رجلا متجها شمالا يوافق مساعدتهما رغم أنه يبدو متشككا. إذا كنت سأوصلكما أحتاج أن أعرف بعض الأمور.
تظل توم صامتة بشأن وضعهما، وفي النهاية يوافق الرجل على مساعدتهما. تستمر رحلتهما حتى يصلا إلى واشنطن، حيث ينزلان بالقرب من غابة. تجعل درجات الحرارة المنخفضة الرحلة صعبة، وتجد توم صعوبة في تسلق الجبل. علينا أن نتحرك بسرعة. منهكة وضعيفة، تواجه صعوبات هائلة، لكن ويل يرفض أن يتركها وحدها. إلى أين تذهب؟ سنواصل التحرك. مع حلول الليل واشتداد البرد، يبني ويل مأوى من العشب ليحافظ على دفئهما. على الرغم من الظروف القاسية، لم تتزعزع عزيمته في حماية توم أبدا. تظل علاقتهما قوية، ويظل ويل مصمما على منح توم أفضل حياة ممكنة حتى في مواجهة الشدائد. في اليوم التالي يستيقظان ويتمكنان من الحصول على الماء عن طريق عصر العشب المبلل. يواصلان رحلتهما، ولحسن الحظ يعثران على منزل فارغ ويقرران الاحتماء فيه. بعد أن استراحا وتناولا شيئا من الطعام، شعرا بتحسن، ويعلن ويل أن هذا سيكون منزلهما طالما احتاجا إليه. تشعر توم بالرضا عن المنزل وبدعم والدها، لكنها تدرك أنهما سيحتاجان إلى مؤن ليعيشا براحة. تسأل توم ويل إذا بإمكانهما البقاء أطول، لأن بناء حياة مستقرة سيستغرق وقتا. صباح اليوم التالي يضعان احتياجات، ويقرر ويل الذهاب للمدينة لجمع المؤن. تتمنى توم له الحظ مغادرته، ومع مرور الوقت تبدأ توم تشعر بالضجر وتشرع في تفقد متعلقات ويل القديمة، وحينها تكتشف ماضيه المؤلم. فقد كان ضابطا في الجيش ذات يوم، لكن صدمة حرب العراق حطمته. حتى الفجر تنتظر بفارغ الصبر عودة ويل، لكنه لا يعود. تعد لنفسها شيئا لتأكله وتقضي الليلة بمفردها. في صباح اليوم التالي لا يوجد أي أثر لويل، وتبدأ توم بالقلق، وإدراكا منها أنها بحاجة إلى التصرف تخرج توم للبحث عنه. وبعد مسافة قصيرة سيرا في الغابة تكتشفه بحزن من بعيد وهو مصاب بجروح بالغة. في حالة من الذعر تقترب وتلمس جسده على أمل أن يستيقظ، لكنه يبقى فاقد الوعي. يائسة تسمع صوت محرك وتبحث عن المساعدة. أحضروه، إنه بجانب الجدول. هي تجد أشخاصا قريبين يساعدونها ويأخذون ويل إلى منزلهم. هناك يلتقون بامرأة تدعى دايل، والتي كانت مستعدة لاستقبالهم. سنعلم لاحقا أنها أيضا ناجية من اضطراب ما بعد الصدمة، وبسرعة عرضت عليه استدعاء طبيب، لكن توم رفض خوفا من أن يؤدي ذلك إلى كشف حالة ويل وماضيه. لا من فضلك أرجوك. هل يمكنك ألا تتصلي بأحد؟ عندما تسأل دايل إذا كانوا في ورطة، تصر توم على أن والدها ببساطة لا يحب أن يسأل عن ماضيه. وبعد أن فهمت الوضع تتصل دايل بصديقها الطبيب العسكري لفحص ويل. يؤكد الطبيب أن ويل تعرض لإصابة خطيرة في ساقه ستمنعه من المشي لفترة طويلة. حسنا، سهل، دعني أستلم الأمر. سيتعين عليك نزع هذا الحذاء، سيؤلمك ذلك. في تلك الليلة تسأل دايل توم إذا كانوا هاربين من العدالة، وتحثها على الصراحة لأن المجتمع لا يريد المشاكل. تؤكد لها توم أن الأمر ليس هروبا من هذا النوع. بعد مغادرة دايل يستيقظ ويل والدموع في عينيه، ويعتذر لتوم لأنه لم يستطع التغلب على حالته. في اليوم التالي وبعد أن أدركت دايل علامات اضطراب ما بعد الصدمة على ويل، عرضت عليه وعلى توم المأوى. يعيش قدام محاربين آخرين في عرباتهم المتنقلة بالقرب منهم، وتأمل دايل أن يشعر ويل بالراحة هناك. لقد ساعدت دايل ناجين آخرين مثل ويل سابقا. ويل ممتن، لكن انزعاجه واضح، ولا يزال يشعر بعدم الارتياح. ورغم أنه لا يريد قبول المساعدة، إلا أنه يعلم أنها الخيار الأفضل لكليهما. أثناء إقامتهم يبدأ توم بالتواصل مع الأشخاص من حوله، ويشعر بالانتماء ويشكل صداقات جديدة. هل تعرفين ما هذه الصناديق؟ لا. تبدأ توم في رؤيتهم كعائلتها الجديدة، لكنها تدرك أيضا عمق ألم والدها. وبقلق تتحدث توم إلى طبيب الجيش الذي يقترح إحضار كلب لويل ليمنحه بعض الراحة. يشارك الطبيب أن كلبا ساعده على التعافي من صدمته الخاصة، وتأمل توم أن يفعل الأمر نفسه مع ويل. تحضر له الكلب على أمل أن يحدث ذلك فرقا. كما تعرف ويل على جمال المكان، ولأول مرة يبدأ في الاسترخاء. يمكنك أن تشعر بدفء
يشاهد أيضا غروب الشمس ويستمع إلى الآخرين وهم يعزفون الموسيقى، وللحظة يبدو أن حياتهم الجديدة تسير على ما يرام. تشعر توم أنها أخيرا وجدت المنزل والسعادة التي طالما حلمت بهما. في اليوم التالي تقرر أن تجعل هذا المكان منزلها الدائم مع ويل. تدفع ديل بعض المال كدفعة مقدمة وتخطط للبقاء هناك لفترة طويلة. هل يمكنك أن تأخذ تلك الحقيبة الأخرى؟ ديل، أنا حقا أحب العيش هنا. ومع ذلك تظل صدمة ويل قائمة، وعلى الرغم من الحب والراحة من حوله إلا أنه غير قادر على الشفاء التام. في اليوم التالي يقرر ويل الرحيل فيحزم أمتعته ويطلب من توم أن تأتي معه. لا أريد أن أرحل. تحت وطأة الاضطراب المستمر تنهار توم وتخبره أنه هو من يحتاج إلى فعل ذلك وليس هي، ولكن رغم كلماتها تبدأ في حزم أمتعتها مستعدة للرحيل معه. ولكن بعد وقت قصير من بدء رحلتهما تتوقف توم. تخبر ويل أنه إذا أراد الرحيل يمكنه ذلك، لكنها لن تذهب معه. لم تعد قادرة على حمل ألمه وترغب في البقاء. ويل الذي يشعر بالفعل بالذنب لأنه جعلها ضحية لصدماته يتركها ترحل. إنها لحظة مؤثرة للغاية إذا فكرت في الأمر. توم لا يستطيع التعامل مع قراراته، وويل بالفعل متغلب عليه مرضه. كلاهما تدمع عيناه ويتشاركان عناقا صادقا ويودعان بعضهما البعض بحرارة. توم تبتعد عائدة إلى منزل العربة مصممة على أن تجد سعادتها الخاصة. ويل يراقبها وهي ترحل مدركا أنها لن تحمل عبء معاناته بعد الآن. على الرغم من أن جزءا منها يتمنى لو أن ويل استطاع البقاء معها، إلا أنها تدرك أن لها الحق في أن تكون سعيدة ويجب أن تترك الماضي وراءها. تختار أنك تعيش حياة طبيعية. في المشهد الأخير يمشي ويل داخل الغابة غارقا في معاناته عائدا إلى العزلة ليبحث عن سلامه الخاص. مشهد ويل وهو يمشي وحيدا في الغابة مؤلم للغاية لكنه ضروري. من خلال تركه لتوم يمنحها فرصة لحياة طبيعية لم يستطع هو التأقلم معها، على الأقل ليس في هذه الحياة. في هذه الأثناء تلتقي توم مجددا مع مجتمع ديل. ينتهي الفيلم بحقيقة مؤلمة حول قدام المحاربين الأمريكيين وكيف أن تجاربهم الصادمة تجعل حياتهم صعبة للغاية لدرجة أن الخلاص يبدو بعيد المنال.